ازيكم يا شباب تالتة اعدادي عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا خير. معاكم مستر محمود عبد الله، وان شاء الله هنبدا سوا منهج الترم الاول. عايزين بس في البدايه يكون عارفين كام نقطه كده. اول حاجه لما تيجي تسمع الشرح لازم يكون معاك ورقه وقلم والدنيا بتاعتك موجوده. تبتدي بقى تسجل النوتس اللي احنا هناخدها، وطبعا على كل نقطه شرح احنا هندي اكزامبلز امثله، وفي الاخر هنحل على القاعده كلها. نبتدي ناخد سوا اليونتس يونت، وطبعا بعد اول 3 يونتات نبتدي نراجع عليهم كلهم ونحل امتحان سوا. وبعد برضو تاني 3 يونتات هنبتدي نحل عليهم، ونبتدي بقى نحل في الشوامل بتاعتنا ونراجع واحدة واحدة. محتاجين نسمي الله كده. بسم الله، يلا نبدأ. يلا بينا نبدأ مع بعض منهج الترم الأول. طبعا محتاج تعرف إن المنهج من 6 يونتات، يعني من 6 وحدات، 6 يونتس. يونت أول هنبتدي بيه النهاردة، هنخلص اليونت الأول كله سهل، ما فيهوش أي مشاكل. وخلي بالك اليونت في حاجات ممكن تبقى فيه تريكات كده، وما تقلقش انا هشاور لك عليها، وحاجات بديهيات يعتبر. بسم الله نبتدي. يونت 1. بص بقى، يونت 1 بيتقسم لتو جرامرز. اول واحد لذيذ وما فيهوش اي مشاكل. ايه هو؟ بنتكلم على حاجه اسمها ان وان وقاعد. بص احنا كنا عاملينهم باغنيه. ايه الاغنيه؟ ان اون ات شهور ايام ساعات. ان اون ات شهور ايام ساعات. لا قول معايا قول معايا. ان اون ات شهور ايام ساعات. تعالى كده واحده واحده. ان اون ات شهور ايام ساعات. وان بتاخد السنوات. وان بتاخد ايه؟ السنوات. تعالى بس كده واحده واحده نبتدي ندردش سوا. يعني ايه يا مستر ان اون ات شهور ايام ساعات؟ ويعني ايه الكلام ده؟ بص، بيجي لك في الامتحان مثلا سؤال زي ده، يقول لك مثلا I was born، يعني أنا اتولدت. عايز أقول في مثلا يوم الجمعة، not Friday. يلا إحنا بنقول إيه؟ in on at شهور أيام ساعات. Friday ده يوم الجمعة، يعتبر إيه؟ يعتبر من الأيام. الأيام بتاخد إيه؟ الأيام بتاخد on. مظبوط دنيتنا عادي. فالأيام يا مستر بتاخد on. الإجابة هتبقى on. واحدة واحدة تاني كده، قول معايا. in on at شهور أيام ساعات. لو أنا مثلا قلت I was born، نمسح مثلا Friday دي ونكتب Sunday. الإجابة هتبقى إيه؟ والله يا مستر هي. طب ليه هي؟ عشان Sunday يعني لحد. تمام، فالإجابة هتبقى on. نقول مثلا I was born ونمسح Sunday ونكتب 7 a.m. أنا اتولدت 7 الصبح. 7 الصبح دي تعتبر إيه؟ بص كده معايا. in on at شهور أيام ساعات. ساعات يا مستر بتيجي مع at، فالإجابة هتبقى at 7 a.m. أديك سؤال وتفكر فيه، بس السؤال صعب. أجي أقول لك she has a birthday not the 5th of May. يعني هي مثلا عندها عيد ميلاد the 5th of May. مش هترجم، واجي اقول لك مثلا 5th of May زي ما هي. انا هسيبها لك، مش صعبها عليك يعني. فيجي مثلا حد يقول لي يا مستر انا هنا معايا 5th يعني يوم 5، ومعايا ماي اللي هو شهر ماي. طب انا هنا هحسب على يوم ولا احسب على شهر؟ لا، بص معايا. she has a birthday، هي عيد ميلادها في الخامس، اليوم الخامس من شهر مايو، اليوم الخامس. فأنا كلامي من الآخر على اليوم. فإن أونات شهور أيام ساعات، الشهور بتيجي مع إن، فالإجابة يا مستر هتبقى in the 5th of May. بص كده، إن أونات شهور أيام ساعات، وإن بتاخد السنوات. وركز بقى مع الأغنية. وآت بتيجي مع 3 كلمات. إيه يا مستر ال3 كلمات دول؟ at night. وخلي بالك من at night دي تقريبا كل سنة بيجيبها لك. كل سنة بيجيبها لك. at night، at the moment. وممكن أقول لك مثلا at the
weekend. بص at night يعني بالليل، at the moment يعني في هذه اللحظة، at the weekend يعني في عطلة نهاية الأسبوع. أول ما تشوفهم التلاتة على طول خد at من غير ما تفكر، ودي ثوابت معانا. وقلت لك ركز على night سؤال الامتحان. أجي أقول لك مثلا we are watching a film not night. فالإجابة يا مستر هتبقى at. طب ليه يا مستر هتبقى at؟ علشان انت لسه قايل لي in on at شهور ايام ساعات. يلا ما تبصش بقى معايا، اقول in on at شهور ايام ساعات، وان بتاخد السنوات، وات بتيجي مع 3 حاجات. ايه هم يا مستر؟ at night at the moment at the weekend. بص بقى معايا، انت معاك at night بتاخد at، لكن لو قلت لك at the night هنا بقى في اختلاف. بص the night يا مستر بتاخد in، ودي لما احب مثلا الخبط فيها اجي اكتب لك سؤالين، اقول لك مثلا we are watching a film not night و not the night. طب يا مستر الفرق؟ دي فيها ذا، دي الليل، هنا الوضع اختلف معايا. تمام؟ دي اول لقطه. اجي اقول لك مثلا زي، وجرب تعمل بوز، تدوس يعني توقف الفيديو وتحل، وبعد كده تشوف انا هحلها ازاي. They are playing football not مثلا the moment. فكر الإجابة ممكن تبقى ايه؟ والله يا مستر انت لسه قايل لي ان at بتيجي مع 3 حاجات، at night at the moment at the weekend، فالإجابة هتبقى at. تعالى واحدة واحدة كده، معنا شوية أسئلة نبتدي نحل فيهم وبالراحة. عيد الشرح كل اللي احنا قلناه. in on at شهور أيام ساعات، وإن بتاخد السنوات، وات بتيجي مع 3 حاجات. إيه هما يا مستر؟ at night at the moment و at the weekend. يلا نخش على الأسئلة. يلا بينا نخش على الأسئلة. عايز بس كده أوضح حاجة معلش. السؤال اللي فات بتاع ال 5th of May 5 من مايو الإجابة كانت on، احنا قلناها on بس كتبناها in. ماشي؟ يلا بينا نبدأ. أول سؤال بيقول لك إيه؟ أحمد is playing tennis not Sunday. تعالى نجيب باللون الأسود حاجة مختلفة. والله يا مستر معايا Sunday ده يعتبر يوم، واحنا كقاعدتنا بتقول لك ايه؟ in on at شهور ايام ساعات، وان بتاخد السنوات. وان بتاخد ايه السنوات؟ قول معايا، وان بتاخد ايه السنوات؟ وات بتيجي مع 3 حاجات. ايه هما؟ at night at the moment at the weekend. تمام؟ بص بقى معايا، احنا قلنا Sunday يا مستر Sunday، فدي ايام، فالاجابه هتبقى on طبعا. ماشي؟ السؤال اللي بعده. My brother's birthday is not the 5th of November. ف 5th of November الإجابة يا مستر هتبقى، قلنا 5th of November الخامس من نوفمبر، يعني أنا بتكلم على اليوم، فالإجابة يا مستر هتبقى on. The next question السؤال الثالث. My birthday is not May. يا مستر May ده يعتبر إيه؟ مايو، فمايو ده يعتبر شهر. قول معايا كده تاني، in on at شهور ايام ساعات، in on at شهور ايام ساعات، وان بتاخد السنوات، فانا شهر يا مستر، فالاجابه هتبقى شهور ايه؟ تبقى in على طول. فين اهو. سؤال نمبر 4. We are going to see my parents not the weekend. The weekend يا مستر يعني عطلة نهاية الاسبوع، واحنا حافظينها at بتيجي مع 3 حاجات، at night at the moment at the weekend، فيا مستر الإجابة هتبقى at. السؤال اللي بعده. not 1666، وهبقى أعلمك ما تقلقش اللي أنت تقرا التواريخ إزاي عادي. 1666 a great fire broke out in London. يعني عايز أقول لك في سنة 1666 a great fire يعني حريق كبير اشتعل في لندن، فيا مستر الإجابة هنا سنوات in on at. قول معايا بقى in on at شهور أيام ساعات، وإن بتاخد السنوات، فيا مستر هنا الإجابة هتبقى in. السؤال اللي بعده. I don't like walking alone in the streets not night. هنا night يا مستر، فالإجابة هتبقى at.
What are you doing not the afternoon؟ بص عايز اقول لك حاجه بقى. اول ما تلاقي، تعالى كده ناخدها على جنب علشان النقطه دي مهمه قوي وبالله عليك ركز فيها. اي فتره في اليوم هتاخد ان. امسك تاني. اي فتره في اليوم هتاخد ان. يعني the morning مثلا، the morning يعني الصباح يا مستر هتاخد ان. the afternoon مثلا هتاخد ان ما عدا night لوحدها هتاخد at. طب the night قلنا هتاخد ان. فيا مستر معايا هنا the afternoon، فالإجابة هتبقى in. I go to the club not the evening، نفس الفكرة المساء، ما هي خلصانة. مثلا الإجابة هتبقى in. وبكده كان أول جزء عليك في اليونت جزء فيستك خالص مع نفسك. ذاكر عيد تاني. in on at شهور أيام ساعات، وإن بتاخد السنوات، وات بتيجي مع 3 حاجات at night at the moment at the weekend. خش على الجزء التاني. يلا بينا بقى نخش على الجزء التاني من يونت 1. جزء عبيط قوي وقديم، تقريبا بتاخده من وانت في سنه رابعه ابتدائي. ايه هو يا مستر؟ البريزنت سمبل او المضارع البسيط. درس ما اقولكش. تعالى كده ونشوف سوا نعمل ايه. يلا يونت 1 ولكن بارت 2. بص بقى معايا دلوقتي هنتكلم على حاجه اسمها مستر بريزنت سمبل، المضارع البسيط. واحده هو يا مستر اسمه بسيط علشان تكوينه ابسط منه. المضارع بسيط بيقول لك ايه؟ والله يا مستر هو المفرد هياخد اسم، مفرد هياخد اسم، جمع هيجي ساده، هشرح لك ما تقلقش. قول بس معايا. مفرد هياخد اسم، جمع هيجي ساده، واي تعامل معامله الجمع، يعني يا مستر الكلام ده اجي اقول لك مثلا she not TV, she watches, she watching. بص كده معايا. والله يا مستر على حسب قاعدتنا يعني انا بقول لك المفرد هياخد اس، فانا معاك she يعني يعني هي دي مفرد ولا جمع؟ والله يا مستر هي دي مفرد. المفرد هياخد اس. طب دي فيها اس؟ تعالى كده نعملها بالاحمر. دي فيها اس؟ لا. دي فيها اس؟ لا. دي فيها اس؟ ايوه يا مستر. فالاجابه هتبقى watches. همسح شي واحط هي. الاجابه هتبقى ايه؟ والله يا مستر هي دي هو، ما هي يا ابني هو مفرد، فالاجابه هتبقى watches. همسح هي واحط مثلا ساره مثلا. ساره دي تعتبر ايه؟ والله يا مستر ساره دي مفرد، والمفرد هياخد اس، فالاجابه هتبقى watches. وهكذا. قاعدتنا تاني يلا مره واحده. قول معايا بقى. مضارع بسيط بيقول لك ايه؟ هو المفرد هياخد اس، جمع هيجي ساده، واي تعامل معامله الجمع، بص كده معايا. ادي سؤال كمان. اجي اقول لك ايه؟ هي ايه الدقيقه اللي انا فيها دي؟ هنشرحها. اجي اقول لك مثلا we not pizza، البيتزا يعني every week. عايز اقول احنا بناكل بيتزا كل يوم ولا كل اسبوع؟ صح ماشي. we eat ولا we eats ولا we eating؟ والله يا مستر بص كده معايا. قاعدتي بتقول لك ايه؟ مفرد هياخد اس، جمع هيجي ساده، واي تعامل معامله الجمع. فانا هنا يعني نحن، احنا كده مفرد ولا جمع؟ والله يا مستر احنا كده جمع، والجمع بيجي ايه؟ ساده، فالاجابه هتبقى ايت. تعال ما اقول لك حاجه كده، خدها بلون مختلف. ايه يا مستر الحاجه اللي انا بقولها لك دي؟ ان لو انا شلت وحطيت اي اللي هي انا تعامل معامله الجمع، فاي هتيجي ساده. يعني لو قلت هتبقى I eat pizza every week. I eat it every week. فاهم؟ طيب لقطة مهمة جدا، والسؤال ده احنا على طول بنعمله في السناتر بفلوس. بص معايا.
اجي اقول لك مثلا does she not TV does she watch ولا watches ولا watching. بص كده مع السؤال ده does she not TV. انت الطبيعي اول ما تشوف شي قول لي يا مستر شي دي يعني هي دي يعني مفرد، فالاجابه هتبقى watches. لا يا غالي غلط. ايه غلط؟ غلط ازاي يا استاذ؟ انت مش لسه قايل لي مفرد وبياخد اس وجمع بيجي ساده؟ لا طب ماشي دي مفرد. بص كلامك صح ولكن في لقطه هنا. ايه هي يا مستر اللقطه؟ ان does او doesn't بيجي بعدهم الفعل infinitive. يعني infinitive يعني ساده يعني مصدر يعني بدون اي اضافات. فانا معايا هنا does فالاجابه هتبقى watch. تليفونات سايلنت غالي زي ما احنا مفيش اي حاجه. فمستر الاجابه هتبقى واتش. لا مستر واتش علشان شي علشان does وداز بيجي بعدها الفعل ساد على طول. تعالى بقى كده عايز اقول لك حاجه. ايه يا مستر الحاجه دي؟ نعلي الاستيك كده بيمسح. يا نهار ابيض ده هنقعد كتير. ايه يا مستر الحاجه دي؟ نمسح بس كده وبعدين نشوف ايه الحاجه دي. لا مؤاخذة يا شباب. جري الفيديو 5 وتعالى لي. ماشي. خلاص ما تجريش حاجة. بص يا معلم. أنا مستر هنا إمتى بختار الزمن ده؟ أو إمتى يعني بعرف إن أنا مضارع بسيط؟ من حاجة اسمها الكلمات الدالة. الكلمات اللي بتدل على الزمن ده. يعني مستر كلمات دالة بص. حاجة اسمها key vocabulary. key يعني مفتاح. key vocabulary يعني الكلمات المفتاحية أو key words. كلمات مفتاحية، كلمات أول ما أشوفها على طول أعرف إن أنا مضارع بسيط. زي إيه مصر الكلمات الدالة؟ بص بقى معايا حاجة اسمها always usually sometimes. ركز معايا. sometimes often. أجي أقول لك مثلا never. وطبعا أهم كلمة بالنسبة لي every زائد فترة. every يا مستر معناها كل. لو جيت مثلا قلت لك every day يعني كل يوم، every month يعني كل شهر. بص كده أول يا مستر ما أشوف دول على طول أبص ألاقي المفرد ياخد اس، جمع هيجي سادة وآي تعامل معاملة الجمع. تمام؟ واحدة واحدة كده. دارك لورا من الأول مستر. بكام على زمن إيه؟ بكام على زمن المضارع البسيط. بكام على زمن إيه؟ المضارع البسيط. ولا مستر المضارع البسيط كان تكوينه بيقول لك إيه؟ هو المفرد هياخد اس، قول معايا مفرد هياخد اس، جمع هيجي سادة وآي تعامل معاملة الجمع. دي يا مستر اللقطه بتاعتنا. قلت لك كل الحالات كده بس اوعى تنسى داز ودازنت. يا مستر داز ودازنت بيجي بعدهم الفعل انفينيتيف ساده حتى لو انا مفرد. طبعا دخلنا بعد كده على حاجه اسمها كلمات داله. ايه هي يا مستر الكلمات الداله؟ always usually sometimes often never every. always usually sometimes often never every. طبعا ما تقلقش ان every دايما بتيجي زي الفتره. يعني عمرك ما تلاقي every كده لوحدها. every month every week every year وهكذا. اشتط. تعالى بقى كده نشوف الاسئله، نشوف افكار الاسئله. جايب لك اسئله محترمه ونبتدي. يلا بينا نكمل الاسئله واحده واحده كده. اول سؤال بيقول لك ايه؟ تعالى بس قاعدتنا افكرك بيها. كنا بنقول يا مستر مفرد بياخد اس، قول معايا مفرد بياخد اس، جمع يجي ساده واي تعامل معامله الجمع. السؤال بيقول an engineer usually. an engineer يا مستر يعني ايه انجينير؟ يعني مهندس عادة عايز اقول بيبني طرق. مهندس ده يعتبر ايه؟ مهندس ده مفرد ولا جمع؟ لا مؤاخذة والله يا مستر مهندس ده مفرد والمفرد هياخد اس فالاجابة هتبقى builds. قشطة. السؤال اللي بعده. انت فين يا غالي؟ ياو تكنولوجيا. بص بقى السؤال التاني. we never not to school on Friday. يعني نحن. احنا مفرد ولا جمع؟ وده مستر احنا جمع والجمع بيجي سادة. we never go
My father sometimes not me to school. My father يعني ايه مستر my father؟ ابويا. ابويا ده مفرد ولا جمع؟ ابويا ده مفرد. عايز بس اقول لك حاجه بس كده، سوري نقف هنا. عايزك قبل ما اجي وتتعود كده في طريقتك، اول ما اجي اقول يلا اسئله يلا حل، قبل ما اخش على الاسئله تدوس بوز للفيديو. بوز يعني ايقاف، تدوس ايقاف للفيديو وتجيب كده قلمك ورقتك وتبتدي تحل. السؤال الاول اجابته كذا، الثاني اجابته كذا، الثالث اجابته كذا، وتشوفني وانا بحلها. تمام حلو عدي. مش تمام شوفني وانا بشرحها. ماشي؟ عايزك دي تبقى دي طريقتك معايا طول الترم، علشان انا عايزك انت كانك معايا في السنتر. يعني في السنتر انا مثلا بدي كام مثال كده وبتاع، طب يلا يا شباب يلا بينا نحل. ماشي؟ فواحده واحده كده عايزك تتعامل معايا ومفيش حاجه. يعني كده احنا سوا في الكومنتات اي سؤال اكتب يا مستر ما فهمتش دي، ما عرفتش دي بتاع كده، واحنا سوا مع بعضين يعني. اشطط. يلا نكمل. احنا كنا بنتكلم على ماي فاذر يعني ابويا ده مفرد ولا جمع؟ والله يا مستر ابويا ده مفرد، والمفرد هياخد اس، فالاجابه هتبقى my father takes. اللي بعده I always يا مستر I مفرد هياخد اس، جمع هيجي ساده واي تعامل معامله الجمع، فالاجابه يا مستر هتبقى I always love. he always هي دي مفرد ولا جمع؟ والله يا مستر هي دي مفرد هياخد اس، فبديهيا هياخد اللي فيها اس اللي هي هاز. بس طبعا احنا معانا اساسا قاعده بتقول لك ايه؟ معايا يا مستر حاجه اسمها هاف وهاز معناهم يمتلك. خلي بالك ان هاف بتيجي مع الجمع وهاز بتيجي مع المفرد. قشطه؟ فكر فيها. السؤال اللي بعده My grandparents occasionally عادة، خلي بالك occasionally دي من ضمن الكلمات اللي بتدل على المضارع البسيط. My parents my grandparents يعني أجدادي يعني جمع، فالإجابة يا مستر هتبقى use said. يلا السؤال السابع بيقول لك إيه؟ The train not stop at Bortai today because it's broken. واحدة بقى كده. عايز قبل ما احل السؤال ده معلش اقول لك حاجه. احنا معانا حاجه اسمها النفي. يعني ايه مستر نفي؟ يعني لما بحب انفي، يعني اجي اقول لك مثلا هدى بتاكل بيتزا كل يوم. طب عايزين ندي العكس، نقول هدى ما بتاكلش بيتزا كل يوم. اقولها ازاي؟ بص يا ريس، انا معايا هنا حاجه اسمها don't وحاجه اسمها doesn't. تمام؟ بص بقى اللقطه بتاعتي ان دونت ودازنت، ان دونت بتيجي مع الجمع ودازنت بتيجي مع المفرد. بس خلي بالك انا كنت قايل لك قبل كده ان دازنت او داز بيجي بعدهم انفينيتيف. هي دونت ودازنت على طول، وبصمجها احفظها كده ان بيجي بعدهم الفعل ساده. ظهرك لورا، اسند لي ظهرك. بقول لك ايه يا مستر؟ بقول لك انا بتكلم في زمن المضارع البسيط. المضارع البسيط بيقول لك ايه؟ مفرد بياخد اس، انت مفرد بياخد اس، جمع يجي ساده. انت لو انت ما بتتكلمش لازم تتكلم، لازم تقول معايا. جمع يجي ساده واي تعامل معامله الجمع. بص بقى يا ريس، ده ترين. عايز اقول ان القطر ما توقفش، يعني ما وقفش. فيا مستر ذا ترين دي يعني القطار ده مفرد ولا جمع؟ والله مستر القطار ده مفرد، فالإجابة هتبقى doesn't. السؤال اللي بعده what time not the match start. عايز اقول لك حاجة، معايا قاعدة لذيذة، وخلي بالك القاعدة دي تقيلة شويتين 3 ودي بتيجي في الامتحانات. ايه يا مستر القاعدة دي؟ اكتب عندك جدول ومواعيد مضارع بسيط. جدول ومواعيد مضارع بسيط. يعني لو انا جيت في سؤال قدامك بتكلم على الجدول ومواعيد، على طول تعرف ان انا عايز مضارع بسيط، عايز الزمن ده. فانا مستر هنا بتكلم وات تايم، ما الوقت ان الماتش هيبدا فيه. ده جدول المطوشه والقطوره بتبقى بالمواعيد والجداول، فانا على طول بستخدم مضارع بسيط. فانا هنا مستر وات تايم ما الوقت داز. ليه داز يا مستر؟ طب ليه ما اقولش دو؟ الله، ليه ما اقولش دو مثلا؟ علشان ذا ماتش مفرد، والمفرد هياخد اس، فالاجابه هتبقى what time does the match start. لو تاخد بالك start جت ساده ما جاتش starts، قلت لك علشان في does و doesn't بيجي بعدهم الفعل infinitive. السؤال اللي بعده the restaurant not at
8:30 in the morning. المطعم بيفتح الساعة 8:30 في الصباح. ده بيفتح بجداول أكيد، يعني المطاعم عنده جدول، عنده ميعاد كل يوم بيفتح الساعة 8:30. جدول مواعيد مضارع بسيط، مفرد بياخد اس، جمع بيجي سادة واي، تعامل معاملة الجمع. بقولك the restaurant يعني مطعم مفرد، فالإجابة هتبقى opened. واحدة واحدة على مالك، عيد الفيديو مرة واثنين وثلاثة كده نكون خلصنا يونت 1. يونت سهل وعبيط ومفهوش أي حاجة. أي سؤال عندك اكتبه في الكومنتس. يبتدي بقى الترم بتاعنا كله على خير. متقلقش، مش هيبقى فيه أي مشكلة في الجرامر، بس بالله عليك أنا أشرح لك الجرامر، عليك أنت الكلمات. كلمات مهمة جدا 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 جدا، محتاج تحفظ كلمات. هتقعد تذاكر لي جرامر من غير كلمات، انت ما بتعملش حاجه، بجد انت ما بتعملش حاجه. فبعد اذنك ذاكر كلمات، احفظ كلمات وحل بتاع. احتجت اي حاجه كده كده موجودين، متنساش تعمل لنا لايك بقى، والكلام ده ما بنعرفوش نقوله، لايك وسبسكرايب وسوي اشتراك. اشوفكم على خير المره الجايه. سي